بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة مع شخص اسمه نارين، وهو في البيت بتاعه وبيسمع صوت بنت اسمها تارا وهي بتنادي على أمها مايا علشان اتأخروا. بس قبل ما نبدأ أحداث فيلمنا المشوق ده، ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس يا حلوين علشان يوصل لكم منا كل جديد. ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة. وبيفضل نارين يبص عليهم من العين السحرية، وبعدها بنيجي لمايا اللي بتلاقي في حتة في الجدار بتاعها مفرقة وطالعة من مكانها، فبتثبتها بلزقة وبتقفل البيت وبتاخد تارا وبتنزل. وبنيجي لنارين اللي بيبقى بيبص على مايا وهو فرحان وبيبان عليه انه معجب بيها جدا، وبيقعد يتكلم مع نفسه وبيتدرب على حديثه اللي هيقوله لمايا لما يقابلها. وبنعرف وقتها ان مايا بتشتغل في مطعم، ونارين بيروح لها كل يوم وبياخد منها نفس الوجبة. فبتعرفها صديقتها بريما ان نارين بيجي مخصوص على المكان لانه معجب بيها، لكن مايا مش بتبقى مصدقة كلامها وبتحاول تقفل على الموضوع. في نفس الوقت ده بيوصل نارين وبياخد الوجبة بتاعته وبيبقى محرج جدا من مايا ومش قادر يقول لها اي حاجة من اللي اتدرب عليها. وبتبص مايا على شخص بيدخل المكان اسمه أجت، وبيبان عليها الخوف وقت ما بتشوفه. وبيلاحظ نارين اللي بيحصل لكن مش بيتكلم، وبياخد الوجبة بتاعته وبيمشي. وبنعرف وقتها ان أجت يبقى جوز مايا وهي هربانة منه بقالها 14 سنة وما صدق انه لقاها. فبتطلب منه مايا انه يمشي ويبعد عنها، لكن أجت بيرفض، ولما بتحس انه ممكن يفضحها في مكان شغلها بتوافق تقابله لما تخلص. وبعدها بنعرف ان نارين بيشتغل مدرس رياضيات في احدى المدارس، وبيتراهن مع واحد من طلابه اسمه ديبك على لعبة سرعة ونارين اللي بيكسب. وبيعرفوا نارين انه لو لازم يركز انه يخسره ومش يركز في انه يخطف العملة. وبعدها بنيجي للضابط كاران اللي بيلعب مع صديق ليه مصارعة فنون قتالية، وبيجي له واحد من الحراس وبيعرفه ان الرئيس بتاعه طالب يشوفه دلوقتي. فبيوافق كاران، لكن بيطلب من الحارس يستناه دقيقة واحدة بس. وبيرجع لصديقه وبيقدر انه يهزمه بسرعة قبل الدقيقة كمان ما تخلص. وبيروح كاران يقابل الرئيس بتاعه وبيديله صورة أجت، وبيعرفه انه بيدير اموال غير مشروعة لمجموعة من تجار غسيل الاموال. وقتها بنعرف ان أجت هو كمان ضابط، لكن ضابط فاسد، وقدروا يكشفوا فساده ده وكلفوا كاران بالقبض عليه. وبعدها بنيجي لمايا اللي بتتخيل ان أجت رجع على مكان شغلها وضربها قدام الناس لانها اتاخرت عليه، لكن بتفوق من تخيلاتها دي وبتبقى متوتره جدا وبتفضل تبص على الساعه. وبنرجع لكاران اللي بيروح على احدى صالات الراس اللي أجت كان بيشتغل فيها وبيسال شريكته عنه. فبتلاقي شريكته ان من مصلحتها انها تعرف كاران مكانه علشان يتقبض عليه وتخلص منه، وفعلا بتقول له على مكانه. وبتروح مايا علشان تقابل أجت في المكان اللي حددته، وبنعرف ان اسمها الحقيقي سونيا، وغيرت اسمها من وقت ما هربت من أجت. وبيعرفها أجت انها يستقيل من الشرطة والشغل التاني كمان، وهيعيش حياة شريفة وهينسى كل اللي هي عملته زمان معاه. لكن الحاجة اللي مش هيقدر ينساها هي بنته تارا، وبيطلب منها يرجعوا عيلة تاني. فبتتصدم مايا لما بتعرف ان أجت يعرف بوجود تارا وانه بيروح لها عند المدرسة وبيشوفها من بعيد. فبتقوم بسرعة وبتروح تاخد تارا وبترجع بيها على البيت وهي خايفة جدا. وبالليل بيروح نارين على صالة تدريب لفنون القتال اللي بيدرب فيها علشان يكمل تدريباته. وبعدها بنرجع لمايا اللي بتبقى عاملة جدول خاص لكل خطط الأسبوع بتاعتها، وبتسجل فيها مواعيد تارا اللي قالت لها عليها. في نفس الوقت بيخبط عليها أجت وبيطلب منها تفتح علشان يتكلموا مع بعض شوية. فبتطلب مايا من تارا انها تفضل في الأوضة وما تخرجش، وبتفتح الباب علشان تعرف هو عاوز ايه. وبيعرفها أجت انه محتاج تارا علشان يوديها صالة الرأس تشتغل فيها زي ما مايا كانت بتشتغل زمان، وبكده هيقدر يكسب من وراها مبالغ كبيرة جدا ومش هيفضل يضايقها كل شوية. لكن مايا بترفض وبتدخل تجيب له فلوس وبتديها له علشان يبعد عنهم. فبياخد أجت الفلوس وبيفضل مصمم على كلامه. وبنعرف ان أجت كان مشغل مايا زمان في صالة رأس، وبيتقاضى من صاحب الصالة مبلغ كبير على شغلها، علشان كده مايا هربت منه طول السنين دي وما كانتش عاوزاها يلاقيها. وبتقف مايا خايفة من اللي أجت عاوزة يعمله مع بنتها ومش عارفة تتصرف ازاي. فبتخرج تارا من أوضتها وبتضربه بالسخان على دماغه. فبيتضايق أجت جدا منها وبيقوم علشان يضربها، ومايا بتحاول انها تحميها لكن مش بتبقى قادرة عليه. فبتمسك سلك السخان وبتخنقه بيه. ولما تارا بتلاقي ان امها لوحدها مش قادرة عليه بتكتف ايده لحد ما بيموت. وبتتصدم مايا بعد ما بتقتله وبتفضل تعيط من خوفها. وبتخرج بره ومش بتلاقي حد، فبتدخل تاني. وفي نفس الوقت بيبقى نارين خلص تدريباته وبيرجع على البيت، وبيتقابل مع مايا وبتبقى متوترة جدا. وعلشان ما يشكش في حاجة بتقوله ان في صرصار دخل على البيت وقتلته. وبعدها بتدخل على البيت وبتعرف تارا انها هتروح على قسم الشرطة وهتبلغ عن نفسها. وبتطلب من تارا ما تدخلش نفسها في الموضوع خالص وتقول انها ما شافتش حاجة. في نفس الوقت بيخبط عليها نارين وبتتصدم لما بتلاقيها عارف بجريمة القتل اللي هي ارتكبتها وكأنه كان معاهم. وبتوافق انها تدخله، وبتعرف منه انه هو شاف أجت في المطعم، ومن تعبيرات وشها والسجاير بتاعته اللي كانت قدام الباب عارف انها قتلته. وبتعرفه مايا انها هتروح وتسلم نفسها للشرطة علشان تنهي كل اللي بيحصل ده. لكن نارين بيلفت انتباهها لحاجة هي ما كانتش واخدة بالها منها، وهي ان الشرطة هتعرف من تحليل الجثة ان تارا كانت مشتركة معاها في الجريمة، وبكده هما الاتنين هيتمسكوا. والحل التاني هو انه يساعدهم، وتارا بتوافق على مساعدته
لهم وبتقنع مايا. فبتطلب مايا من نارين انه يساعدها وهو بيوافق، وبيطلب من مايا انها تنظف البيت كويس، وبياخد جثة أجت معاه وبيروح على بيته. وبيعرف من مايا ان أجت شرطي وبتقول له على السلك اللي استخدمته في الجريمة، فبيطلب منها تسيب أداة الجريمة هو يتصرف في تنظيفها، وبيديها الفلوس اللي أجت خدها منها. وبيعرف ان أجت نازل في فندق ودفع 3 أيام مقدم، وبيبقى لسه فاضل يوم على المدة بتاعته. وبيعمل الجريمة كمعادلة حسابية، وبيلاقي ان مايا هي المتهم الأول والوحيد في القضية، لكن الحل الوحيد في الموضوع هو ان الجثة تختفي علشان يقدر يحميها. وبيقلعوا كل الهدوم بتاعته علشان الشرطة ما تقدرش تتعرف عليه. وبيطلب من مايا انها تفضل مع تارا وهو هيتصرف، وبيطمنها انه هيحول كل الأدلة اللي ضدها وهيخليها لصالحها. فبتشكره مايا على كل اللي بيعمله معاها وبتمشي. وتاني يوم بتروح مايا على شغلها عادي وبتحاول تكون طبيعية. وكرم بيوصل على نفس البلد علشان يدور على أجت، وبيقابله مساعد المفتش سندار، وبيقابل بعدها رئيس الشرطة وبيعرفه ان أجت مختفي ومحتاج يدور عليه. وتاني يوم بيروح سندار وكرن علشان يسألوا عن أجت في كل مكان، لحد ما بيلاقوا المطعم بتاع مايا وبيروحوا علشان يشربوا حاجة. وكرم بيسأل مايا على أجت، لكن مايا بتنكر انها تعرفه او شافته، وبتحاول انها تتعامل بشكل طبيعي. في نفس الوقت بيوصل نارين وبيطلب الوجبة بتاعته والكل بيرحب بيه. فبيشوفوا كرن وبنعرف انهم كانوا زمايل في المدرسة، لكن كل واحد منهم كمل طريقه بشكل مختلف. ولما نارين بياخد الوجبة وبيمشي مايا بتروح وراه وبتعرفه اللي حصل، وبيعرفها نارين انهم مش هينفع يتكلموا قدام الناس وبيسيبها وبيمشي. في نفس الوقت ده بيعرف كرن الفندق اللي أجت كان مستأجر فيه، ولما بيروح يعرف ان صاحب الفندق ما شافهوش غير اليوم اللي أجر فيه الغرفة وبس. وبيعرف منه كرن انه كان بيسأل عن مدرسة معينة موجودة هنا. فبيروح كرن وسندر على المدرسة وبيفضلوا قاعدين قدامها علشان يعرف ايه الحاجة اللي بتربط أجت بالمدرسة. وبيلاقي مايا مع تارا وبيعرف ان في حاجة بتربط الاتنين ببعض. وبيطلب من سندر واللي معاه يعرفوا تاريخ مايا من 15 سنة لحد دلوقتي. وبيبقى نارين واقف في البيت وشايف مراقبة كارل لمايا، وبيبقى عاوز يبلغها بس بيتراجع. وبعدها بيتصل عليها على الخط الأرضي وبيعرفها ان كارن قدر يعرف انها مرات أجت، وبيعرفها تتصرف ازاي علشان ما يشكش فيها لانها المتهم الأول والوحيد في القضية. وتاني يوم بيكتشفوا المكان اللي فيه جثة أجت وبيلاقوها محروقة ومشوهة بطريقة بشعة جدا. لكن كرم بيستغرب لان هدوم أجت ما اتحرقتش بشكل كامل وفيها أثر دم ليه. مش بس كده، ده كمان الهوية بتاعته موجودة جنبه وبتثبت هو مين، وبتبقى دي تاني حاجة يستغرب لها لان اللي عمل كده هيبقى عاوز يخفي الأدلة كلها. وبيرجع كرن على الفندق علشان يجيب حاجة من متعلقات أجت يقارنوا بيها إذا كان هو ولا مش هو. وبيلاقي فرشة الأسنان بتاعته وشعر موجود على المشط فبياخده. وبعدها بيروحوا للدكتور اللي بيفحص الجثة وبيعرفهم ان الجثة تعرضت للضرب بشكل متكرر بحاجة تقيلة، وفي ضرب على راسه من ورا وصوابعه محروقة والعينين والملامح والوجه مشوهين. وبيفسر لهم كل ده بان اللي عمل كده مش عاوز حد يتعرف على الجثة، لكن الفرشة والشعر اللي على المشط متطابقين مع الدم اللي على الهدوم. وكمان بيعرفهم ان الجثة دي ماتت يوم 10 الساعة 7. فبيتحرك كارن وبيروح لمايا علشان يتكلموا معاها. فبتحاول مايا انها تتصل على نارين لكن مش بيرد عليها. فبتفتح الباب وبتوافق انهم يتكلموا، وبتقول له ان أجت جوزها وقابلها من يومين علشان عاوز منها فلوس لكن هي طردته. وبتتعامل مايا وكأن أجت لسه عايش، لكن كرم بيعرفها انه مات ولازم تيجي معاها على قسم الشرطة علشان تتعرف على أغراضه. فبتوافق مايا وبتدخل تلبس، وكرم بيعجب بيها جدا وبيروحوا مع بعض على الاسم. وبتعرفوا مايا انها اتجوزت أجت من 15 سنة وترى تبقى بنته. ولما كرم بيجرح فيها بالكلام بسبب شغلها القديم بتعرفوا مايا انها اتجوزت أجت وهو اللي باعها لصاحب صالة الرأس وقبض الثمن ويقدر يتأكد من الكلام ده لو هو عاوز. فبيعتذر لها كرن على كلامه معاها وبيطلب منها تعرف هي كانت فين يوم 10 من أول اليوم. فبتعرفوا مايا انها راحت السينما وبعدها راحوا يتعشوا وبعدها راحوا يسهروا في حنا ورجعوا على البيت متأخر. فبياخد منها الجدول الأسبوع وبيلاقي فعلا مكتوب فيها كل حاجة قالتها. ولما بيمشي بيبقى كرم مش مقتنع بكل اللي هي قالته وحاسس ان هي اللي قتلته، لكن سندر بيقول له ان كلامها منطقي جدا ومش معقول واحدة زيها تعمل حاجة زي كده. واثناء ما بيبقوا بيتكلموا كرم بيشوف نارين وبيعرف انه يبقى جار مايا. ولما بيسألوا عنها لانه جارها وبيروح على مطعمها كتير بينكر نارين انه يعرف حاجة عنها، حتى بينكر انه بيروح على المطعم باستمرار. وبيعرفوا انه بيروح على فترات متباعدة. وبيطلع نارين وبتعرفوا مايا انهم لقوا جثة أجت وهو كان قايل لها ان محدش هيعرف مكانه. فبيطمنها نارين ان هو هيهتم بكل حاجة، وبيعرفها ان كارن قريب هيستجوب تارا ولازم تقول الكلام اللي هو فهمه لها. وبيطلب منها تحط تذاكر السينما في جيب الهدوم بتاعتها لانهم هيسألوها عليها، وتعمل نفسها نسيتها في الهدوم لان مفيش حد بيحتفظ بالتذاكر دي. وبعدها بيفتكر نارين ان هو قال لكارن انه مش بيروح على المطعم كتير، وبيرجع يسأل مايا اذا كان حد في المطعم ملاحظ انه بيروح باستمرار. وبتلاقي ان المطعم كله عارف بحاجة زي كده، وبيعرفها انه هيهتم بالموضوع وبيدخل على بيته. وبتدخل مايا لتارا وبتلاقيها بتعيط وحاطه الذنب كله عليها. فبتطمنها مايا وبتعرفها ان نارين هيقف جنبها وهيحل كل ده. فبيسمعها
نارين وبيفرح جدا انهم معتمدين عليه وقدر يبقى قريب منهم للدرجة دي. وبيتكلم كرم مع رئيسه وبيعرفه ان مفيش حاجة تديم مايا، فبيتحسب عليه وبيقول له ان هي المتهم الوحيد ولازم يقبض عليها ويقفل السكة. وبيبقى سوندار اخد من مايا تذاكر السينما، وكرم بيبقى حاسس ان مايا عاملة حساب لكل حاجة وكأن حد بيوجهها. وبيفضل كرم يمثل في دماغه ازاي مايا قدرت تنفذ الخطة ويحسب الوقت علشان يشوفها تقدر تعمل كده ولا لا. وبعدها بيتصل نارين وبيعرف من مايا انهم اخدوا التذاكر واستجوبوا تارا، وبيتكلم مع تارا وبيعرف منها اللي حصل. لكن بعد ما بيقفل بيفتكر تارا ان كارن سألها اذا كان حد من صحابها عرف بدخلها السينما، وتارا ردت عليه وقالت له ان صديقتها المقربة تعرف وسابته ومشيت، ومش بتدي اهتمام انها تتصل على نارين تاني وتعرفه. وبعدها بيروح كارن على بيت نارين علشان يقعد معاه شوية، وبيلاقي كارن الغرفة كلها مكركبة ونارين لسه محتفظ بصورة كانت معاهم من زمان. فبيطلب منه نارين ما يحطش ايده عليها علشان ما تبصش، وبيقف نارين يبص لنفسه في المراية وهو متضايق لان هو وكارن من نفس السن وهو شكله وحش جدا عنده. وبيلاقي كارن في المكتبة معادلات رياضية نارين قدر يحلها في سنين، لكن واحدة منهم معمول عليها غلط. فبيعرفوا نارين ان المعادلة دي اشتغل عليها 10 سنين لحد ما قدر يحلها، لكن بعد ما حلها اكتشف ان في شخص تاني حلها قبله بيومين. فبيستغرب كارن انه ما اتضايقش بسبب حاجة زي كده، لان هو لو كان مكانه ما كانش ده هيبقى رد فعله. فبيحاول نارين انه يتماسك ويعرفه انه موضوعه خلص خلاص. وبيطلب كارن من نارين انه يحط عينه على مايا ويراقبها لان هي المشتبه الوحيد في القضية دي. وتاني يوم كارن بيقابل مايا وبيطلب منها يقعدوا مع بعض ويتكلموا شوية. وبيطلب كارن أكلة مشهورة في البلد علشان ياكلها، ومايا بتطلبها له حارة جدا وهو مش بيبقى فاهم كلامها، وبتبقى عملت كده علشان كارن ينهي معاها الكلام بسرعة ويسيبها تمشي. وفعلا بيبقى كارن ما عندوش حاجة جديدة انه يقولها. في نفس الوقت بيدخل نارين لمدير المدرسة اللي بيطلب منه يغير الامتحان اللي حطه للطلاب لانه صعب جدا، وبيعرفوا انه الطلاب مش عباقرة جدا انهم يعرفوا يحلوا امتحانات زي دي. فبيقوم نارين وهو متضايق جدا. وبنرجع لكارن اللي بينهي كلامه مع مايا لانه مش قادر يستحمل الحرقية بتاعة الاكل. وبيسمع نارين من ديبك ان فعلا الامتحانات اللي بيحطها صعبة جدا، فبيتعصب عليه وبيمشي. وبعدها بيعرف كارن من سوندار المقلب اللي مايا عملته فيه بتاع الشطة ده، وبيروحوا للدكتور اللي بيفحص الجثة وبيعرفهم ان الجثة ماتت الاول بالخنق بسلك زي سلك سخان، حتى الجرح اللي في راسه ناتج عن عصا سخان هو كمان. وبعدها بيروح كارن على مطعم مايا وبيعرفها انها كانت هتموته بسبب الشطة اللي خلته اكلها، وعلشان ما يعمل لهاش مشكلة لازم تقبل انها تسهر معه وبتوافق. وبالليل بيرجع نارين على البيت وبيعرف ان كارن ومايا هيروحوا يسهروا مع بعض وبيتضايق جدا. وبعدها بيروحوا على نفس الحانة اللي قالت لكارن انها كانت سهرانة مع تارا فيها، وبيقومها كارن تغني وبيقف يرقص ويغني معاها. ولما بيبص بيلاقي نارين قدامه، لكن لما بيدقق كويس بيلاقيه اختفى. وبيستغل كارن انشغال مايا وهي بتغني، وبيسأل واحد من الحانة اذا كانت مايا جت يوم 10 ولا لا، لكن الشخص ده ما بيبقاش شافها قبل كده. وبنعرف ان كارن خرج مايا من البيت علشان سوندار يدخل البيت وياخد السخان والسلك بتاعه ويشوفوا اذا كان هو اللي استخدم في الجريمة ولا لا. وبيتصل نارين وبيعرف من مايا اللي حصل، وبيعرفها انها كانت خطتهم من الاول. وبيبقى نارين فعلا راح على الحانة وشافهم وبيبقى متضايق جدا. وبعدها بيعرف كارن ان السخان والسلك دول مش متطابقين مع الجريمة، وبيبقى الادلة لصالح مايا والقضية بتبقى خلاص هتتقفل وهتتكمل في مومباي. وتاني يوم بيروح كارن لمايا وبيعتذر لها على كل حاجة وبيعرفها انها بريئة، لكن وقتها بيعرف من بريمة ان نارين بيجي كل يوم على المطعم لانه بيحب مايا. فبيستغرب كارن لان نارين نكر حاجة زي كده، وبيدور في السجلات وبيعرف ان نارين كان غايب من المدرسة يوم 10 ودي حاجة عمرها ما حصلت. فبيقرر يروح يتكلم معاه، وبيبقى كارن برضه مش شاكك فيه، وكل اللي بيجي في بال كارن انه معجب بمايا ومش عاوز يقوله. وبيعرفوا نارين انه غاب من المدرسة لانه كان تعبان. وبعدها بيطلع نارين وبيعرف مايا انها تنكر اي حاجة الشرطة ممكن تقولها عليها فيما بعد وهو هيبقى يفهمها. وبيدخل نارين البيت وبيقعد يعيط لانه عارف من مايا انها مش بتحبه ولا بتفكر فيه. وتاني يوم بيكتب جوابات وبيحطها لمايا تحت الباب، وبيروح يسلم نفسه للشرطة وبيعترف لهم انه هو اللي قتل اجت وتخلص منه لانه بيحب مايا ويعتبر نفسه الحارس الشخصي بتاعها. لكن اجت كان بيهددها وهو ما استحملش حاجة زي كده، وبيطلب منهم يعتقلوا مايا لانها السبب في كل حاجة حصلت. فبيروح كارن وبيقبض عليها، وبتنكر مايا كل حاجة، ونارين بيقول لها وبنعرفهم انها ما تعرفش حاجة خالص. وبنعرف ان المكان اللي كان مفتوح في جدار مايا نارين اللي عاملاه وحاطه فيه جهاز تصنت بيسمع بيه كل حاجة مايا بتقولها. وبيعرف كارن انه قرر يعترف دلوقتي لانه اكتشف انها مش بتحبه. فبيتأكد كارن انه فعلا شافهم يوم الحانة، وبيبدأ نارين يشرح ازاي قتل اجت واحدة واحدة. وبيفتكر كارن كلام الدكتور لما قال له ان القاتل هو اللي هيشرح كل حاجة حصلت بالتفصيل. وبيدوروا في بيت نارين وبيلاقوا كل الادلة اللي تثبت ادانته، ورئيس كارن بيأمر بخروج مايا واعتقال نارين. وبعدها مايا بتطلب انها تتكلم مع نارين علشان تعرف منه ليه عمل كده. فبيعرفها نارين ان هي انقذته من الموت لانه كان هينتحر بسبب معادلة الرياضيات اللي حد غيره حلها، لكن هي خبطت عليه اليوم ده ومنعته من
من الانتحار، وبيمثل نارين انه مريض نفسي علشان يصدقوا ان مايا ملهاش علاقة بالموضوع. وبترجع مايا بيتها وبتعرف ترى ان نارين حل الموضوع خلاص. وبعدها بنرجع بالاحداث وبنعرف ان نارين قرر يحرف في القضية علشان يبعد الشك عن مايا، لان اجت اتقتل يوم 9، ولو لقوا الجثة ما فيش سبب لمايا تقوله وبكده هيسجنوها. لكن لو خلى اجت مات يوم 10 هيقدر يخلي مايا تروح في اماكن مختلفة تثبت وجودها فيها علشان تخرج من القضية. وقرر انه ياخد واحد من المتسولين ويروح بيه على الفندق اللي اجت كان فيه، وبيقعدوا على السرير بتاعه، بياكله وبيشربه وبيخليه يستخدم المشط والفرشة الاسنان بتاعته، وبعدها بيقتله وبيشوه ملامحه علشان ما حدش يتعرف عليه. لكن بيسيب حاجة اجت جنبه علشان يعرفوا انه هو، وبيوقف حرق الهدوم بالكامل علشان كارل لما يطبق الدم بالشعر والفرشة بيتأكد انه اجت. وبكده بيكون حمى حبيبته وضحى بروحه علشانها بمسألة رياضية. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهارده، استنونا في افلام تانية كتيرة، والسلام.